اقسم لك بالله شعرك لا يطول ويتقل. في زيوت ما حدش اختلف عنها ان هي بتطول وبتقل الشعر، بس انا قلت لك انا جمعت لك كل ده في زيت واحد ووريك ازاي الطريقه الصحيحه هتحطي بيها الزيت علشان تلاقي منه النتيجه الصح. من بيت الزيت لمسه حمام الزيت لتغذيه الشعر. الانجريدينتس اللي فيه مش طبيعيه، بس تاكل فيه زيت الحبه السوداء، في زيت الكتان، زيت الجرجير، زيت الخردل، زيت القرع، زيت القهوه، زيت الجنزبيل والقرنفل والروزماري. كده معاكي قنبله تطويل وتجفيف شعر. طريقه بقى يا ست الكل ان انت قبل الشاور بتاعك بساعتين تركايه في حمام الزيت انك تحطيه صح. طب هتحطيه صح ازاي؟ انت مع التجربه، انا مش هقدر اقول لك هتحطي قد ايه، بس انت مع التجربه يعني من مرتين ثلاثه تعرفي انت بالظبط شعرك بيتزين في اي مرحله. يعني انت لا تزيتيه قوي ولا تخليه ناشف قوي. يعني انت مثلا ممكن تحطي بمقدار من دي 6 7 بامب من حمام الزيت بتاع لمسه. انت على ايدك خلاص هتحطيه، بس على تبداي الاول من تحت، واللي يتبقى في ايدك هتمشي بيه على الفروه بتاعتك. تمام؟ لما تيجي تحطيه على فروه شعرك هتعملي مساج لمده 10 دقائق، دي بتفرق جدا. بعد خطوه التزييت دي هتعملي الفوطه السخنه. مش عارفه احنا ليه نسينا الفوطه السخنه، بس قبل ما تعملي الفوطه السخنه دي اللي هي بتجيبي حبه ميه سخنين وتحطيها على الفوطه نفسها. فاكره البونيه الفويل اللي قلت لك عليه قبل كده؟ هتحطيه على شعرك تمام، وبعدين هتحطي فيه الفوطه السخنه، تفضلي قاعده كده لمده ساعتين عشان شعرك يتغسل صح. حطي مع الشامبو بتاعك معلقه قهوه وبعدين مساج لفروه راسك عشان تلاقي فايده. منتج لمس حمام الزيت لازم تعملي الطريقه دي على الاقل 3 مرات في الاسبوع. ده في مده شهر هتلاقي ان في بيبي هير بدا يطلع، 3 شهور هتلاقي ان شعرك طول وتقل. سلام يا لمسه قلبي.